ابراهيم الرباج. ابراهيم احتفظ بالكرة، انطلاقة ابراهيم الرباج، تدخل كان من طرف هادي محمد مثلور هذه القارات، وهذا ما جعل الدوري كان صراحة متميز ومنفرد ودوري عنده قيمة كبيرة. هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي لكن تدخل الدفاع لأكاديمية محمد السادس أمام فريق الكرواتي. هذه محاولة تمريرة ممتازة لإيليا الحديدي. حديدي شغل يعمل تمريرة داخل مستطيل العملية لكن تغطية ملاكي شاف كرة على المستوى الجهة اليسرى لفائدة المنتخب التونسي. تمريرة خروج مرات جانبا، الخروج ما كانش بالشكل الجيد من طرف الحارس آدم معاش. تابعنا الرأسية لأيام تأمولي لاحظوا بليبيا بهدف مقابل هدف. هذه محاولة وسط لاعب ابراهيم الرباج. ابراهيم كينتظر المساندة امام ثلاثة ديال اللاعبين ما تمكنش من التمرير. استرجع كرة المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. كان هناك المطالبة بالخطأ في الوقت اللي كان بامكان اعتقد إيليا الحديدي انه يمرر في الجهه اليمنى. هناك تمرير على مستوى الجهه اليمنى من طرف ادم لاكي. الرباج ادم لاكي من جديد. ابراهيم الرباج. مروان بن طالب. منتظر منه التنافس يكون قوي بين جميع المنتخبات، ديفوار، الكاميرون، اوغندا وكونغو الديمقراطيه. ابراهيم الرباج هذه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل الحكم كان خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل امام ابراهيم الرباج اللي اصبح كيتلقب بأحد حركاته، تقنياته، سرعته بامكانها تقدم حلول بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. ابراهيم الرباج هذا سودي. الرباج لعبت كره ارضيه من جديد، تسديده كي مشات بعيده. ايمن الطاهري مستوى الجهه اليمنى. الرباج هذه محاوله داخل مستطيل العمليه في الحكم كيقولوا ركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي. كانت المتابعه ديال عدنان بوجوفي امامنا. نتابع من جديد التمريره ديال ابراهيم الرباج لمسات احد المدافعين وبالتالي تقريبا الرباج كيلعب كره دائريه. دي محاوله تدخل بالراس دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. تسديده والكره مره اخرى صعوبه ديالها. ابراهيم الرباج المراوغه بحث امكانيه التمرير. دائما محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي للاعب مروان بن طالب كيمر عند ابراهيم الرباج. فرصه الهدف. الرباج مراوغه ممتازه يمرر في القائم الثاني ومرات جانبا. تسديده اسماعيل العود، كره مرات جانبا. كانت محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم الرباج مراوغه يمرر في القائم الثاني ولكن تسديده ديال اسماعيل العود مشات بعيد شيئا ما على مستوى الجهه اليمنى. ابراهيم الرباج كرجع كرة في الوسط. ابراهيم الرباج مراوغه ممتازه. انطلاقه ديال ابراهيم الرباج. تحرك ديال اللاعبين والمهاجمين. تدخل اسماعيل العود يسدد وتدخل حارس محمد غرور. ممتاز ابراهيم الرباج. انطلاقه سرعه تمكن من تجاوز الرباج. ابراهيم بامكانه يمرر عند اللاعب مروان بن طالب. ابراهيم الرباج هذه محاوله تدخل الحكم كيطلب مواصله اللقاء. محاولة شكلت خطورة على دفاع المنتخب التونسي، وإن كان الرباج كان بإمكانه أنه يمرر أو يسدد للمرمى. هناك أحد اللاعبين التونسي سقفوا على الملعب. الحكم طلب مواصلة اللقاء. إبراهيم الرباج كينتظر المساندة على مستوى الجهة اليمنى. هذه محاولة لكن الكرة كانت بعيدة شيئا ما على إيليا الحديدي. تمرير في الجهة اليمنى. ابراهيم الرباج. تحركات الان ديال ابراهيم الرباج بامكانها تقدم حلول. تمريره عند اللاعب إيليا الحديدي. حديدي امامه المدافع محمد منصف. تاتي إيليا الحديدي والكره في الركنيه بين يدخلوا الشوط الثاني بنفسيه افضل. هذه محاوله ابراهيم الرباج داخل منطقه الجزاء يمرر. فرصه الهدف تضيع. عدنان بوجوفي لو يحضر راسه شيئا ما كان بامكانه يضع الكره في الشباك. سنتابع من جديد. الرباج يمرر وعدنان بوجوفي الكره ديالو كتمشي. ابراهيم الرباج يحاول يخرج من الرقابه اللي مضروبه. ممتاز لاعب عدنان بوجوفي لاسماعيل العود. اسماعيل بامكانه يمر عند لاعب بوجوفي. تمريره عند ابراهيم الرباج. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي لكن تغطيه من طرف سفيان ملواح. ابراهيم الرباج كيمرر لمروان بن طالب. بحاول انه تصل لوليد بن صلاح. رفع الكره ممتازه لفائده المنتخب الوطني المغربي لبحث امكانيه التسديد لكن الجوله الثانيه في الدفاع لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل لازم البطاقة. تدخل قوي من سفيان ملواح.
البطاقه والانذار لان التدخل كان من الخلف، تدخل قوي من طرف اللاعب التونسي. بحث امكانيه تسديد لكن تدخل الدفاع دائما ابراهيم، امكانيه تسديد من طرف اسماعيل العود. استرجاع الكره، هذه محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي بوسط اسماعيل العود لابراهيم، ابراهيم الرباج داخل مستطيل العمليات، الرباج يمرر محاوله تدخل الدفاع لكي بعد الكره الاوليه. ايمن الطاهري تمريره ممتازه على المستوى الجيل الولادي، محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي تسديده لكن مرت جانبا. ان تدخل الحارس المنتخب الوطني المغربي ادم اللاكي لابراهيم الرباج، ابراهيم وليد بن صلاح، ايمن الطاهري من جديد، ابراهيم الرباج يلعب الكره، محمد غرور تمريره ممتازه في اتجاه اللاعب محمد امين مصطفى يدخل منذ تمريره ممتازه عند ابراهيم الرباج، دخول ضربه جزاء، اعتقد ضربه جزاء اللي اعتقد بان كان هناك تدخل، اكيد غنتابعوا اللقطه وسنتابع يعني التدخل امام ابراهيم الرباج. في الوقت الحكم كيمنع خطا، اللاعبين كيتوجهوا للحكم المباراه. امامنا ابراهيم الرباج اللي تابعنا المراوغه، اكيد غنتابعوا يعني اللقطه والاعاده. ابراهيم الرباج اعتقد بانه كان هناك عرقله، هنا غتكون اوضح. تضيع ممتازه ابراهيم الرباج انطلاقه ديال ابراهيم الرباج على المستوى الجانبي، كيبحث عن امكانيه التمرير عند اللاعب ايليا الحديدي لكن تسديده ما كانش بالقوه. ايليا الحديدي يسدد وتدخل الحارس محمد غرور، تدخل وسقوط محمد امين مصطفى في اللقطه الاخيره. حكم المباراه يطالب بمواصله اللقاء. لتدخل تابعناه في الصوره، محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، ايليا الحديدي امكانيه تسديده، هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. امن بامكانياته وبقدراته في الوصول لمرمى والشباك محمد دغرور. ايليا الحديدي يعني تسديده من حديد كتمكن من معانقه الشباك التونسيه، وهدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. امامنا اكيد سيد فوزي الخجار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ودع الكره السرعه في التحول. هنا ابراهيم الرباج تدخل الحكم طب وسط اللقاء، محاوله لبحث تدخل، هناك خطا لكن الحكم يعني اعتمد اتاحه الفرصه، وهذا اللي خلانا يتحدث معه. ابراهيم الرباج صد تمرير عند ابراهيم الرباج، ابراهيم كيمرر، هذه محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، تمريره من طرف ايليا الحديدي لابراهيم الرباج رفع الكره، محاوله لبحث الضربه الراسيه لكن التغطيه تعود لمحمد حبيب زينبي. ابراهيم الرباج امامه ثلاثه ديال اللاعبين، ايليا الحديدي لابراهيم الرباج، انطلاقه ديال ابراهيم الرباج البحث عن امكانيه المراوغه امامه محمد منصف تأتي. ابراهيم الرباج تدخل والكره في الركنيه، مصطاش خدا الكره، محمد امين مصطاش لاعب عنده امكانيات تقنيه ممتازه، دخول داخل المستطيل العميق يمرر وتدخل الحارس. تدخل الحارس كان كيبحث عن امكانيه لمس الكره من طرف ابراهيم فريق، وحكم المباراه ينهي اطوار هذا اللقاء بالتعادل الايجابي، هدف لمثله في